الرحمن، احنا نريد نعرف من عندك شلون صارت عندك فكرة تتزوج من امرأتين في يوم واحد. فكرة صارت عندي، اريد اعد عمامي ذولاك الجو نقول، واريد اعد ذولا. قطعت مهر هناك، مهر مله، وجيت قطعت هين مهر، فاثنين من الاثنين جبت ذيك وجبت هذه نفس الليله، زفات اثنين. حكيت ويا ذيك خلينا نسأل، أول مرة ناخذ هالنقطة نقطة. أنت أول مرة لمن كنت خاطب؟ من أني؟ يعني نقول قاطع مهر. إيه. هذه بنت عم أبوي. بنت عم أبوك، أول مرة كنت خاطب بنت عم أبوك، وبعدين خطبت بنت عمك. زين، اثنيناتهم كنتوا تحبهن يعني؟ إيه اثنيناتهم. إحنا نريد نعرف شلون قنعت النسوان تتزوجهن بليلة واحدة؟ قنعت أول ما قنعت هذه. أريد أعرف، أنت ما عرضتي مو مشكلة، بس أريد منك تفاصيل أكثر، يعني هو شلون قنعك؟ أنت مو معقولة رأسا وافقتي، ما أعتقد وافقتي رأسا. لا وافقت. من قال لي؟ إيه. وعلى اعتبار يعني الزوجة الثانية هم قرايبك هي؟ إيه. يعني شو يصير من عندك؟ بنت عمي. بنت عمك. نحكي ويا الأخت، أنت نفس الموضوع، يمكن نسألك نفس السؤال. أنت هو من كان خاطب وتدرين بيه خاطب، شلون قبلتي تتزوجين النوب يعني وتصيرن اثنين بيوم واحد؟ رأسا وافقتي لو عارضتي أول مرة؟ لا قبل رفضت. انت ايش قد مواليدك؟ ايش تشتغل؟ مواليدي 90 واشتغل فلاح حنطه. يعني زين، تشتغل بالحنطه. حالتك الماديه يعني تقدر تعيل عائلتين بآن واحد يعني؟ الحمد لله. وراح نلتقي ويا ابو عبد الرحمن، هو والد العريس. ابو عبد الرحمن، يعني اول مره احنا نبارك لك بزواج عبد الرحمن، ونسالك انت ايش قد عندك اولاد عداه؟ عندي 5. عبد الرحمن الخامس، 4 وعبد الرحمن الخامس. يعني عبد الرحمن اصغر واحد؟ اصغر واحد بيهم. طيب الاربعه القبله كلهم متزوجين؟ الاربعه القبل كلهم متزوجين. وعلى زواج واحد؟ على زواج واحد، كل واحد عنده وحده، بس اريد ازيدهم كل واحد انه باثنين. يعني ما معنى الحركه منك انت؟ إيه من تزوج من تزوج مرتين، الحركه من عندك مو من عندهم، مو من عبد الرحمن. اني زين، يعني انت نريد نسالك، هو لازم استشارك بالموضوع، من نوى يتزوج اثنين بليله واحده لازم استشارك، شنو اللي صار؟ استشاري ورهمت. إيه؟ حشايه شغله رهمت، هو رحمها واني هم ساعدته. نعم. اي يعني اقتنعت بالفكره؟ نعم اقتنعت بالفكره، ولو صح لي كل واحد انه بلاخذوا 3. ما شاء الله يا ربي. انت اذا هيك، اذا النسوان كلهن حقدت عليك الشناين. والله حقنا هذا عاد شيء بكيفه. احنا هذا قصدنا، يعني القصد انت من استشارك شجعته بالموضوع، لان نعم. انت تكيف يتزوج اكثر من مره. نعم. طيب احنا نسال عن عبد الرحمن، يعني شغله وضعه، يعني شوفه يقدر يعيل بيتين بآن واحد يعني؟ والله هو رجال يشتغل، واحنا شغلتنا الفلاحه. نعم. ما عندنا غير شغلة الفلاحه. نعم. لا عندنا راتب، لا عندنا وظيفه، لا شيء. نعم. بس شغلة الفلاحه عايشين. انت اخو العريس، اريد نسالك يعني شنو اللي صار بليله العريس، وشون يعني انت تقبلت الفكره مال عبد الرحمن؟ شجعته ما شجعته؟ والله شجعناه على هذا العريس، وقلنا له عافيه، ومشينا كنا وياه، ووقفنا له ليله العريس، وسوينا له عريس، وعزمنا العالم، جوارينا كلها عزمناها، ودبشنا له ليله العريس، وفرحنا يعني فرحه كبيره. ما ناوي تخطي نفس الخطوه؟ لا والله احتمال، يعني ما نقدر نخطي نفس هذا الخطوه مالته. ما عندك الشجاعه مال عبد الرحمن؟ شجاعه مال عبد الرحمن، لا والله. هذا يخاف جبان، لانه ليش لو ما يخاف هذا هم كان زوجه، وبعد الثاني ذاك زوجه، والثالث زوجه، والرابع زوجه. انت مدك تزوجهم كلهم مرتين الاخ؟ لا حجاني ماني ناشد، ما اقول خصام هرجيك، وين تقبل ثم جبناء الباقي ما يقدرون عليها. عبد الرحمن، احنا هسه نريد نسالك على الغرف النوم، انت اشتريت غرفتين وياها اشتريت قبل، وشلون كانت الاسعار؟ ما ميزت بين هاي وهاي؟ لا والله، اول ما اشتريت ذيك اخذتها 1.5 مليون يعني كامله. بعدين على امكانيتي يعني اخذت هذه هذه صارت ب 400. يعني ما اعترضت العروسه الثانيه قالت لك ليش هاي ب 400 وذيك بمليون؟ اي قلت لها انا بعدين اجيب ليش نفس ذاك. يعني هسه كان يعني من تزوجت مرته الثانيه ما كانت عندك ذيك الامكانيه؟ لا.
بس اول اخشاب ذاك جبته، يعني كانت عندي امكانيه اجيبه. وبعدين قلت لها هذه يعني انا اجيب لك اخشاب نفس ذاك. يعني وعدتها بهذا الوقت. اي.